بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أرحب بكم في قناة وصفات ستات. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج الحوت لشهر إبريل نيسان 2019. أتمنى يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ توقعات برج الحوت أتمنى ما تنسوناش باللايك وكمان الشير لأصحابكم والسبسكرايب للناس اللي بتشوفنا لأول مرة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد أول بأول. تبدأ بالإيجابيات منذ بداية الشهر الجديد يا عزيزي الحوت، حيث تعدك الأفلاك بنتائج فورية وعملية بمشاريعك، فتحتل المرتبة الأولى في أولوياتك، وستنشغل بالأمور والمسائل المالية والاقتصادية، كأن تكون على موعد مع عملية شراء أو استثمار كبيرة أو بيع أو توظيف لبعض العائدات في مجالات مربحة، فتتخذ إجراءات جريئة هذا الشهر وتقوم بمبادرات مهما كانت العوائق، فتنعم بوفرة مالية أو بحظوظ لتبوء مركز أو المباشرة بعمل أو الانتقال إلى جديد في شهر مميز يحمل إليك انقلابات إيجابية، فيحول ما كان مزعجا إلى عامل مفيد، وستنطلق واثقا من نفسك وتشعر أن الحظ يعود قويا فيملأ الفراغ السابق ويخفف من القلق، ويعدك بمكاسب مالية خصوصا في الأسابيع الثلاثة الأولى، وتختار طريقك تفعل ما تشاء في هذا الشهر الذي يحمل إليك وعودا، بحيث تقدم بكل جوارحك وعزيمتك على تنفيذ بعض المشاريع أو البدء بجديد وإثبات قدرتك، وتسكنك رغبة في الربح ويجذبك كل شيء جديد، تصحو على أفكار مهمة ومهمات جديدة كل يوم، وتشعر بأن الآتي أفضل بكثير مما بررت به في الشهور الماضية، ويسكنك التفاؤل الذي قد لا تفهم مصدره ولكنك مقبل على أحداث ترضي غرورك. تشرق الشمس في حياتك هذا الشهر وتحقق النجاحات والأفراح وتحملك إلى عالم الأحلام، فتحقق لك رغبة ما وتحتفل بحدث استثنائي. ستتصرف بطريقة حكيمة وتتخطى العراقيل الصغيرة وتتوصل إلى قلب الأوضاع لمصلحتك، وتتصالح مع الدنيا في هذا الشهر الذي يشكل تحولا في حياتك، فأنت تطوي مرحلة لتبدأ أخرى أكثر نشاطا وحيوية. ويتحدث الفلك عن احتمال دورة جديدة للانطلاق في أخرى، ويتحدث أيضا عن أرباح وانتشار. نظرا إلى التأثيرات الفلكية الداعمة لك، تبحث بطريقة جديدة لتجديد أسلوب عملك، وتكون جديا في البحث عن تطوير أو تغيير في مسارك، فهو شهر رائع وحساس تحصد خلاله تعاطف الكثيرين معك، ولا سيما الحبيب أو الشريك، فتملك القدرة على التحرك كما تريد ولن تسمح لأحد أن يستغلك، وستنكشف حقائق وتوضح لك أمور كانت نصب عينيك لكنك لا تملك القدرة على رؤيتها، فحان الوقت لاتخاذ بعض القرارات والخطوات الضرورية لتشعر بالثقة والارتياح، حيث تفيض حبا وحنانا وتغدق على الحبيب بمحبتك واهتمامك. فإذا كنت مرتبطا تنعم العلاقة بمزيد من المتانة والصلابة، أما إذا كنت عازبا فقد تعرف لقاءات عاطفية حلوة وجديدة من حيث الشكل والمضمون، وتستفيد من بعض الظروف والصدف وتقدم على تغييرات تراها مناسبة في حياتك الشخصية. وبكده تكون انتهت توقعات برج الحوت لشهر إبريل نيسان 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم، وبفكركم ما تنسوناش باللايك وكمان الشير والسبسكرايب، وأشوفكم فيديو جديد على خير يا رب من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.